بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وشوي سكانم برا عزيز سكانم لا بروغرامي زاد قناغي كم بابتي تزكية وتربية قيشتين تلافري هفتا ما فكاني خاون مال. طبعا لبيشا باسي ما فكاني میوان مان کرد ئێستا باسی ما فەکانی خاوەن ماڵەکەین چەند مافێکە ئەی خوێنینەوە إن شاء الله و شەرحەکەین. فەرموو مامۆستا سوران. حقوق المضيف. وفي المقابل فهناك جملة من حقوق المضيف على الضيف، منها أولا الاستئذان في الدخول والحضور في الموعد المحدد. بەڵێ طبعا ئێمە لە مقابلە ئێمە جاری پێشوو باسی مافەکانی میوان مان کرد، لە مقابلیشە ئەمڕۆ باسی مافەکانی خاوەن ماڵ ئەکەین لەسەر میوان. طبعا هەندێک مافی هەیە، یەکەمیان ئیزن وەرگرتن پێشەوەی بچیتە ژوورەوە و ئامادەبوون لە مەوعیدی دیاری کراوە. بەڵێ قال تعالى خوای تعالی فەرمێ: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. بەڵێ سورەتی ئەحزاب ئاەتی 53 خوای پەروەردگارە فەرمێ: ئێوە کەسانی کە باوەڕتان هێناوە مەچنە ماڵەکانی پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم إلا کاتێ ئیزنتان پێدرێ، لە خۆتانەوە ملمەنن و بڕۆنە ماڵەوە. نابێ میوان لە خۆی بچێتە ماڵەوە. لەوانەیە یعنی خاوەن ماڵ لە حاڵەتێکی وایە بێ کە حەز نەکات تۆ بیبینی. ماڵ حورمەتی هەیە، دەرگا بۆ کراوە بۆ ئەوەی خەڵکبا لە دەرگا و خاوەن ماڵ ئیجازەی بدا بڕاتە ژوورەوە. حتا ئەگەر دەرگاش کرابەوە تۆ بۆت نێ بڕۆیتە ماڵەوە ئیلا بە ئیجازەیان بە مەوعیدێک کەوترا بێ. إلا أن يؤذن لكم إلا مەگەر ئیزنتان بدرێ. ئیزنتان بدرێ بۆچی؟ إلى طعام، بۆ خواردنێک. غير ناظرين إناه، نابێتیش ئەوە نەزوو بچی چاوەڕوان بی تا ئەو خواردنە پێگا. طبعا غير ناظرين يعني غير منتظرين، يعني چاوەڕوان نەکەی بمێنی تۆ چاوەڕوانکەی تا نان پێگا. بەتایبەت ئەمە بە ماڵی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، بەڵکو لە کاتێکا بچی کە نانەکە ئامادە بوو بێ. ئیناه يعني پێگەیشتنی نانەکە. لەیرە ناظرین بە معنای تەماشاکردن نییە، ئیناهیش بە معنای ئەوە نییە یعنی قاپەکە سەیری قاپەکە نەکەی، مەبەستی ئەوە نییە، مەبەستی چاوەڕوانکردنی پێگەیشتنی خواردنەکەیە. ولكن إذا دعيتم، بەڵام ئەگەر بان کریان دعوت کران ئەوە فەدخولوا، ئەوە بڕۆنە ماڵەوە. فإذا طعمتم، ئەی ئەگەر خواردنتان تەواو کرد و خوارد فانتشروا، یەکسەر بڵاوە بکەن مەگەر خاوەن ماڵ خۆی بڵێ بمێنەوە. ئەسڵ وایە تۆ ئەڵێ خاوەن ماڵ بڕوا بارسوکی میوان بڕوا بارسوکی خاوەن ماڵە. یعنی بەڕاستی تۆ جاری وا هەیە ئەو ماڵە دوو ژووری هەیە، جاری وا هەیە یعنی چەند ژوورێکی دیاریکراوی هەیە، تۆ کە ئەمێنیتەوە بارێکی قورسی بەسەر ماڵەکەەوە بەڕاستی بۆیە لە کاتی خۆیان دەرچوە إلا مەگەر بە ئیجازە. بەڵێ ئیمامی شەوکانی فەرمێ: قال الشوكاني: نهى الله المؤمنين عن ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في النهي سائر المؤمنين، والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك، فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله. بەڵێ ئیمامی شەوکانی فەرمێ خوای تعالی نهی کردووە لە ئیمانداران کە بۆ ماڵەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بەو شێوە بچن، یعنی بە شێوەیە نەچن کە ناگونجاو بێ، بەڵکو پێویستە پارێزگاری لە ئاداب بکەن، يعني ببيع التزام بآدابون نچنە ژوورە قەدەغەی لێ کردوون. طبعا ئەمە سائری ئیمانداران شەکرێتەوە، بەس تەنها ماڵی پێغەمبەر نییە صلی الله عليه وسلم. ئەگەر چی ماڵی پێغەمبەر و ماڵی ئەو کەسانی کە وەکو ماڵی پێغەمبەر وانە، کابرا مەسە عالمێکە یا مەسەڵەن کابرای ڕئیس عەشەتێکە یا بەرپرسێکە، طبعا ئەو ماڵانە بەهۆی ئەوە کە خەڵک زۆر ڕووی تێکە ئەو ماڵانە زیاتر بەر ئەو ئیناکەون. یعنی ئەگەر مەجال بدرێ ئەبێت هەرکێ بۆ خۆی، زۆریش خەتەرە یعنی ئەو ماڵانە. بۆیە پاراستنی ئادابی میوانی لەو ماڵانە زۆرترە تا ماڵەکانی تر. یعنی ماڵەیە مەسەن لە مانگی جاری میوانێکی تر مەوزوعەکە فەرقەکە وەکو ئەوە نییە. بەڵێ ثانيا ألا يطيل البقاء بما يحرج مضيفه ما لم يأذن بذلك. ئەوە نەمێنێتەوە کە
احراجي خوان مال بك اگر خوان مال خوي اجازه نده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه أي يضيفه به. بله في غمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم حلال نية بو هيج كسيك يعني هيج بيعويكي مسلمان للاي برايكي مسلماني بمين يتوى بحديك يعني ميوان داريبك بحديك كجناح باريكا وتعني في غمري خواه شون جناح باريكا فرمي اونا من يتوى يتكا برا هيج نية بيدافعي والشر مزارب مجبور دا سكاتا غيبت كردني مجبور قماني خرابي بيابا مجبور يعني بيزاريكا مالو منالي لمالو كشيان لنيوانا دروسة بي بو نبارخي تسر براي مسلمانتا. بله. ثالثا أن لا يصطحب معه من لم يأذن له المضيف فإن فعل استأذن له. نابي كسيك لقل خطاب ببي تو اسم تو ميوان يعني باني تو كراوه نابي لخطو كسيك دربي إلا مگر إذن ور بقري أوانش إجازة دن شكو جاري واي خواردنك بقدر جماركك كراوه تو أقر يكي كتر أبي تأثير لو كان يتركه لبروا لخوتنا بيشتي وابكي. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا 5 وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل أذنت له. طبعا ملا أبو مسعود أنصاري إجريته وكوا صحابيك في غمر صلى الله عليه وسلم خواردنيك دروس كرده بو بينش كاس في غمر شوار كاس لقاريا الله كاتي خبرك بو في غمر نات فرمي أي في غمر خوتو شوار كاس بين الله في غمر صلى الله عليه وسلم كهات كابرا شونيان كو زهيه لم بزمزوره طبعا امانه عرب حزيان لو انا كردوا حتى الشعر كان يعني لا بند كان يعني زوج باز او كسانا كان ك يعني شوني خلق كيبو ميواني بي دعوه كرابه لبروا في غمر صلى الله عليه وسلم اجازه ورقرت فرموي تو بينش كس دعوه كردو بينش هاتي بلا ان كبراش لقل ما ناتوا اجازه ادي تتمال اجازه نادي بابروا كبراش وتي بلكو اجازه ادم كوابو ببي اجازه بوتنيه كس لقل خوتا ببي. رابعا النصح للمضيف في استبقاء ما ينفعه وأهله لا سيما عند الحاجة. في ويستا أو كسيك الراب أبيت ميواني خلق أجر زاني خاون مال زيادة لحد تكلفك أجداري كاتو بابا اشتيك يعني بشي مال بيليتوا واني أخواردنك وانا النبي يعني أجداري بكاك وهروها اشتيك سر نبرك زرر لمال بده يعني أو هنا جاري واي خاون مال زيادة لحد توي خوشبه تكلفك زيادة لحدك جاتو أجداري كيتو تشاكا. ففي قصة ضيافة أبي الهيثم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أنه جاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب فقال: كل من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. بله لا شيروكي ميوانداري أبي هيثم بو بيغمرو أبو بكر وعمر أفرمي إنك أنا سويتك خرماي جورا وجوري هنا رطاب وبسر وأنواع كانت خرما خسي بردسيان وأمجد شقويك يلقرد بالراح حشتي كان بو سرب بالرجاء في غمري خاص الله سبحانه فرمي آقات ليبي حيوان يسرب بالراح كشيري هبي بو معلوم نالك جاء ويش رويشت حيوانك يسرب الريو أمجد غوشت وخرما وأنواع خواردني هنا وبردسي في غمري خاص الله وسلم جاء ليان خواردوا. خامسا الدعاء للمضيف دعاء كردن بو أو كسي كميوان داري تكا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. سي أبو الهيثم شون ميوان داري في غمري خواي كردو بلام سعد كوري عباديش شون ميوان داري في غمري كردو هيجي نبوه خواردنو إن نانو زيتي هناوا وفي غمري خوا في غمري خوا لا أيشي خواردو لا أمشي خواردو طبيعي بو أمجد دعاشي بكردو فرميتي أفطر عندكم الصائمون رجوان لما طانا الرجو بقري وأكل طعامكم الرجوان لما طانا الرجو بشكينيه وأكل طعامكم الأبرار
و پیاوچاکان نانتان بخوا وصلت عليكم الملائكه والروج وملائكه صلوات لسر بدا دعاء خيرتان بوبكا جازور خوش اگر بری روجوان مالتان الروجو بگری يعني شنو اخوا بالله. سادسا عدم التلصص على عورات أهل البيت. بالله يعني إنسان كشو ماليك أبيت شاي خوي بباريزه يعني سيري ناو مال مكا سيري آفرت وكشو أمانيان نكا سيري حتى يعني زور ضرور نية سيري هموش تكي ناو جورج بكتياي يعني إنسان باشوايا شاو خوي بباريزه. عن عبد الله بن أبي الهذيل قال دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة فقال له عبد الله لو انفقأت عينك كان خيرا لك. عبد الله كوري أبي هذيل أفرمي عبد الله كوري مسعود تشو سرداني نخوش يكرت يعني بون لا نخوش وكمالك شلقال يابون لنا أو ماليا آفرتي كبو داري خدمتي نخوش غير كردو أوانا جاء يكك لنا أو جماعتك لقال عبد الله كوري مسعود بون سيري جنك يكرت زور شاوي تيب الريبو أمانة. جاء عبد الله دواء أو بي ودوتي شاو الدرب كرياية يعني شاو كور بكرياية لو باشتر بوكا طبعا شيء جني أو مالاتك لا حول ولا قوة. مسائل في الضيافة. والله عندي مسائل هي درباري ميوانداري. الضيافة 3 أيام وما زاد فهو صدقة. ميوانداري سير رجا أجر زياد لو أبو أو تربية الصدقة لميواني درجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. يا غمري خوا فرمي صلى الله عليه وسلم كي إيمانه هي بخوا بروجي دواي بارز لميوانا كي بقري وجائزة كي بدا وتيان أي في غمري خوا جائزة كي تشي فرمي شو الروجك يعني شو الروج يا كم ناني باشي بوكا دواي أو تاسي الروج يعني دو روج دواي أو خواردنيك اعتيادي يعني وكو ماري خوي تشي خوا أداتاو دواي أو ايتر اگر پی بدا میوانداری بکا او چاکو میوانداری شینک اگر بیدا صدقه يعني تل میوانداری درجه اگر نشیدا سرکابرا به برو مالاوای بکا خو حافظی بکا. وقوله صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام معناه الاهتمام بالضيف في اليوم والليلة الأولى وإكرامه بأفضل ما يجد من طعام وشراب ونحوه، وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته، وأما ما كان بعد 3 فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وإن شاء ترك. بله أو بو عيسى باس ماكر بله. مسائل في الضيافة. بله هندي مسائل ترهل باري مسائل ضيافة. هل للضيف أخذ مقابل ضيافته إن منعها المضيف؟ طبعا برسالة كآية ميوان أتوانيه بدزي خوان مالوه شتبوه يعني هرب زور شلو مال بخوا أجر خوان مال ميوان داري نكرت خواردني ذاته أو طبعا يعني لو عجائب بأم برسالة والله ما حديث كي معناه كي أواء يعني مثلا آية أم حديثة علماء شون ليتي جايشتون شو هنيك بغلط أم حديثة شرحك. أخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا أي فلا يضيفوننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. بله بخاري مسلم أجرنا ولا عقبة كوري عامرة وأفرمي وتمانا في غمري خاص الله سبحانه في غمري خاطو أمان نريب أم لا أو لا جاري واي يتر يمر ما نكيوت لا قومي رياض ما لنا أجرنا ميوان داري ما ناكن شيء أفرمي في غمري خاص الله سبحانه فرمي أجر شونا لا قومي أجر شيان بيدان أو إيش قبول يمكنوا يعني راضي بنبي أجر نيان كرد أو حقي ميوان يعني ليور بقرن وكشور مجد جورك لزوري بله ذا علماء شون تيجيشون لهم حديثة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الضيف إذا نزل بشخص وامتنع من ضيافته فإن للضيف أن يأخذ من ماله ما يكفيه لضيافته بالمعروف من غير علمه فإن الحق في هذا ظاهر. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ابن عثيمين أفرمي خويل الرازي به رحمتي خويل به أفرمي ميوان أجر شو شوينيك أجر ميوان داريان كرد ميوان داريان نكرد أو خوان يعني ميوان بوي هي أو أن مالي كابرا بوا أو أن مالو خواردني كابرا بوا كحقي ميوانه ببيع أو كابراج بزانه أتوانيها بدزي شو بيبي شنك أولي ما حقك ظاهرة طبعا ما قول الرواية كلا مذهب إمام أحمد
أميك ابن عثيمين أفرمي. وذهب جمهور العلماء إلى أن الضيف لا يحل له أن يأخذ من مال مضيفه شيئا بغير إذنه، حتى ولو لم يقدم له ما ينبغي في ضيافته، أو لم يضفه أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. بلى. فالجمهور يرون الضيافة مستحبة، وحملوا حديث عقبة رضي الله عنه السابق على ما إذا كانت الضيافة في القرى والبدو ونحوه، أما في الحضر والمدن فلا. قال الإمام مالك رحمه الله: ليس على أهل الحضر ضيافة. وقال سحنون: إنما الضيافة على أهل القرى، وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر. وهذا القول من حيث العرف يحسن المصير إليه والأخذ به، سيما مع قلة علم الناس وانتشار الجهل. بلان جمهور العلماء أقصناكن وابن عثيمين فرميتي وقولك روايتك لا مذهب إمام أحمد ونافر من ألين خوي أصلا ميوانداري السنة وأو حديثي وطبعا أو حديثي كان شيء لسر أوا الله بيغمري خاص الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. يعني مال هيك كسي حلال إلا بخوايش كابرا برا زمان دي خوي نبي تبوت نيا مال هيك كسي بوي بتايبتي بدزيو يعني بزور نابت. أي ألين جمهور ألين أم حديثي عقبي كري نافع، يعني عقبي كري عامر عفوا، حديثك عقبي كري عامر معناه هيك شيء أو معناه أويك أجر كابرا لحالتك كابو لا دشتك شولا لا بدوا لا صحرايك لا ديك شو انتر نبو بنان خواردن كابرا ناتشاربو وكو صحابانيك لحديثك أبو سعيد هاتوا كأجنا شوني ميوان داريان ناكن لا أدن حتاوكو كسي دي لديكوا أوارك عليك فريامان كون ألين تشيبوا عليه والله رئيس عشرة كمان دو فشك بيه وداوا زان كسي بتانتيا الرقية يشتيبك أوانيش رقيبوا كانوا بلان بأجره بكري مگر حالتك لو شيوا بيغمري خاص الله صلى الله عليه وسلم إنسان ناتشار بيه برسي بيه كاكتوك برسي بيه حقته بس مقابله بلان ألين لشاركانا لو شونانيك شوني أودانية عليه لو شونانا نا إمام مالك أفرمي: ليس على أهل الحضر ضيافة. عليه لشارة ميوانداري فرز نية والسنتيش نية ما قال كابرا وهينيكي خوي يعني نا يعني هيك هينيكي تانية يعني هيك واجب نية لسرتو ميوانداري خلق بكي. السحنون أفرمي ضيافة لسر ديكانا بلام لسر أوداني وشاركان فندقية وكابرا مسافر الراتب فندق. أما أم قولة للايان عرفوا هنا عليه منجد عليه أم قولة للايان عرفوا باشترك إنسان يعني أم قولة وربقريه بتايباد لم زمانك خلقي النفام زورة وعلمش كم بوتو كابرا وانا حساوت بوت هي مالك يبوي ولا وكو شون برسالا لا مولوي كردوتي أنا آمين شيوتي آمين فرزة يقول والله متى سنمان بيستوى آمين فرز دي حتى ما لها يوتي أنا آمين سنة وتي آخر أقل بلهم آمين سنة ولا ظالين شي ولا قتدا جاءوا خلكارونا حساوت تاكم ماري كابرا حلالة يتركوا الرام مرة كيبا راحوا اشتراكي با الرام كيبا يعني ناكل الأم هنا بويا أو حد يسبوا حالتي اللي كتايبته لا والله أو بو حالتي اللي كتايبته بو حالتي آساينية أجينا حالتي آساي بتا يعني تو أجر خواردني خوي فيش تكاتي وري بالسفر خواردني خود أجر خطابي أجر للشارع بو أو بروف مطعمه أوتيل أجريش لشارع نبو للادي أبو أو أنا خواردن لقل خطاب وتعجي بشاري كده أجريش حالتك أدنى تشاريبو أو كاتب بالتأكيد خلقش أو نبت صفتني دقمنها يا ونبت صفت بموان داري إنك اشتيك تربية دن توش بيبو اشتر رازي بي وأول شيء كل زمان في غمر أبو صلى الله عليه وسلم إضافيك خمسري أو حالتي الجهاد وحالتي في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم سرية كيناردوا جاري وحيا يعني ناتشار بون لهندي ظروف بري معاملة بشيوي كي تلقى الخلق كان بتايبتي أو خلق أعراب بون جاري وحيا حزيان لأن نكردو جاري وحيا بيان خوش بو أمان شكز بينن ظروفك زور جواز ولا قل إيستا. وصلى اللهم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.